السلام عليكم. في حد سألني كده قال لي ممكن ايه اكتر حاجة تكسر البني آدم في علاقاته ما بينه وما بين الناس او ما بينه وما بين الناس اللي بيحبها بالذات يعني. فانا قعدت افكر كده كتير ايه اكتر حاجة فعلا تكسر العلاقات. إيه اكتر حاجة تبهدل اي علاقة في الدنيا؟ هي التواصل. طريقة التواصل ممكن يكسرنا من جوه، ممكن يوجعنا قوي. طبعا على حسب هو ازاي، او ممكن يشجعنا ويقوينا. التواصل الخاطئ ممكن يكسر بني آدم ويخليه يحس إن هو صغير، أو يحس إن هو مش مفهوم، أو يحس إن هو لوحده وفي عزلة. عشان كده في ناس كتير ما بتفضلش بقى إنها تتواصل، بتفضل ببساطة كده العزلة، وفاكرة إنها بتريح نفسها، يعني حاطط لنفسها كومفورت زون، منطقة راحة. الكلام ده طبعا غلط. منطقة الراحة دي بتكسره أكتر، لأنه بيأكد لنفسه كل يوم إنه الأحسن ما يتكلمش، لأن كلامه مش هيتاخد على محمل الجد، أو مش هيكون ليه قيمة زي ما هو عاوز. عشان كده الحل الأمثل ليه إن هو، وإن أنت كمان شخصيا وأنا وكل الناس، إن إحنا نعرف إزاي هنتواصل. لا مؤاخذة، معلش، رجلي خبطت في البتاع، هقطعها دي بعدين. المهم، واهم حاجه في التواصل عشان تقدر تتواصل ما بينك وبين نفسك وبين اي حد او اي كائن في الكون او حتى في صلاتك، انك انت الاول تقدر تتواصل مع نفسك. يعني ايه تتواصل مع نفسك؟ اول بني ادم حضرتك بتشوفه الصبح وانت صاحي من النوم هو انت، واول بني ادم بتتعامل وانت صاحي من النوم هو انت. ممكن تقوم مصدع، ممكن تقوم مش فايق، ما نمتش كويس، فحول دوت على طول مباشره لضحكه، قول والله انا النهارده زي الفل واقدر اتواصل مع نفسي. كلام نظري بس جربه كده هوت واعمله، انا بعمله كل يوم، بصحى بحاول اقول كده هوت. وبعد كده ببقى فايق واتكلم مع الناس عادي وزي الفل. طيب، ايه اهم حاجة في التواصل في علم النفس بقى؟ ان انت لما تتواصل مع حد تسمع. تتواصل عشان تسمع مش عشان تتكلم. تتواصل عشان تسمع وتفهم مش عشان ترد. احيانا البني ادم بيحب يتكلم ومش محتاج حد يرد عليه، هو محتاج يتسمع بس. فانت خليك البني ادم دوت، عشان في يوم من الايام تلاقي الشخص اللي هو كمان يعمل معاك كده. طب وافرض ما لقيتوش هتعمل ايه؟ حضرتك بلغ الاشخاص بنفسهم، قول له لو سمحت انا النهارده جاي مش عاوز ردود، انا عاوز اتكلم وتسمعني، ولو احتجت ردك في الاخر هقول لك. بسيط الموضوع. طب ده بيعمل ايه بقى في البني ادم؟ بيقويه نفسيا، بيديله ثقة في النفس، بيخلي أداؤه في العمل أقوى، أداؤه في البيت أقوى. الست بالذات محتاجة شوية حنية. يعني إيه؟ يعني الكلمة الطيبة. رسول الله عليه السلام قال الكلمة الطيبة صدقة، والبسمة صدقة. فتصدق على أهلك، على مراتك، على أختك، على بيتك، على أصحابك، على أصدقائك في العمل. خلي صداقتك دايما كلمة تتواصل بيها الأول مع نفسك، يعني ابتسم لنفسك الأول كده هوت، هتلاقي نفسك أوتوماتيك بتبتسم للناس. ويا رب يكون في خير إن شاء الله. وحاول تتواصل، الموضوع تدريب مش أكتر. كل حاجة في الدنيا تدريب، كل حاجة في الدنيا. تواصل مع نفسك وخليك قوي، وكون متأكد إنك أنت لما تتواصل صح هتأثر على المحيط اللي حواليك، والمحيط اللي حواليك هيأثر على المحيط الأكبر، والدايرة تبتدي توسع. فابدأ بنفسك. السلام عليكم.